مساء الخير على احلى متابعين واحلى اخوات واحلى فرورات في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. النهارده بقى مش في شقتي، النهارده بقى عندي ماما. طلباتها اوامر طبعا. ست الكل وست الحبايب. ربنا يديها الصحة ويخليها ليا يا رب، هي واخواتي ووالدي. طبعا انا ماليش غيرهم، فربنا يخليهم ليا ويحميهم ويحافظ عليهم ويديهم الصحة. طلبت مني فطير مشلتت، فطبعا طلباتها اوامر عندي. قمت عملت، جبت الدقيق نخلته. دول حوالي اتنين ونص كده، يعني احنا حطينا كده ببركة ربنا، يعني كده الدقيق ما وزناش. فهنا جبت دقيق كده زي ما احنا شايفين، وحطيت عليهم سكر، معلقتين كبار من السكر او 3 معالق كبار من السكر. وحطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح ومية دافية، وبدأت ان انا اعجن الدقيق بتاعي. وعجني بقى ايه؟ يعني عجني جامد قوي. هبدأ بقى كده اعجن الدقيق كويس، او زي ما احنا شايفين اخد ودي كده في العجينة. وفي الاخر بقى خالص هحط حوالي من 3-4 معالق زيت، وهبدأ ان انا الم بيهم العجينة. تمام اهو. كده عجنت العجينة بقى وسبتها ترتاح، قبل ما احط يعني السمنة والزيت. هنا سمنة بلدي على زيت. هنا سبت العجينة بقى ارتاحت خالص زي ما احنا شفناها. هبدأ ادهن الصينية بتاعتي اللي انا هقطع فيها، اكور فيها كل، يعني على مقاسات الفطيرة. هعمل كور اللي هي ولا كبيرة او ولا صغيرة، اللي هي الوسط. انا كل فطيرة حطيت فيها، يعني كل فطيرة خدت فيها يعني في فطير خدت فيها 10 كور، وفي فطيرة خدت فيها 12 كورة. فهنا بدأت قطعت كل الكور كده، عملت 3 صواني من الكور. بصوا اهي. وبدأت ان انا اغطيها كويس. وبدأت ان انا ادهن الرخامة بتاعتي. طبعا صبنتها كويس بالسلك والصابون، وبعد كده خلقة فيها خل وصبنتها كويس. بدأت طبعا ادهن كده الرخامة، وبدأت افرد كده بالفطيرة معايا. بصي حتى لو اتقطعت منك ما تخافيش عادي، كملي مش اشكال. وبدأت ان انا افرد كده خلايا شفافة خالص. كان والله العظيم طعم الفطير حكاية. طبعا هعمل اظرف. طبعا خدت اول ظرف حطيته، وبعد كده حطيت في ظرف تاني، وهكذا هكذا لحد لما بخلص 10 كور او 12 كورة. يعني في فطير زي ما انا قلت لكم عملته 10 كور، وفي فطير عملته 12 كورة. بصوا بقى الفطيرة اهو. بص عملت حوالي يعني حوالي 6 فطاير او 7 فطاير. كان بأمانة ربنا تحفة تحفة. بصوا هو اتقطع مني كأنكم مش واخدين بالكم، عادي خالص مش اشكال. انا عملت اول ظرف، وبعد كده هجيب الظرف بقى اللي انا عملته تانيته كده هحطه من جوه، وابدأ ان انا اعمل ظرف تاني داخل، وهكذا لحد لما بخلص الكور بتاعتي اللي انا عديهم. تمام. هبدأ كده الكورة اسقطها كده في السمنة والزيت، وهبدأ ان انا افرد بالشكل ده. بصوا بقى خلصت كده، وشكل الفطير بقى في الفرن حكاية. بصوا شايفين شكل الفطير نفش كده وشكله جميل. بصوا بقى انا بقطعه بقى، كان سخن بقى وايه مش قادرة اقطعه. بصوا بقى سخن هتحسيه معجن كده علشان لسه سخن. بصوا مورق والله العظيم كان طعمه روعة. ما تنسوش اللايك لايك 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 علشان بتنسوا اللايك. يلا اقول لكم باي باي.